قصة ماشطة بنت فرعون. طيب الحمد لله. ماشطة بنت فرعون إخواني، هذه المرأة العظيمة لم يحفظ التاريخ اسمها، لكنه حفظ فعلها. امرأة صالحة كانت تعيش هي وزوجها في ظل ملك فرعون، وهي خادمة ومربية لبنات فرعون. من الله تبارك وتعالى عليها بالإيمان والتقوى والصلاح، فلم يلبث فرعون أن علم بإيمان زوجها فقتله، ولكن بقيت الزوجة تعمل في بيت فرعون، تمشط بنات فرعون وتنفق على أولادها الخمسة، تشتغل وتطعمهم كما تطعم الطير أفراخها. فبينما هي تمشط ابنة فرعون ذات يوم، إذ وقع المشط من يدها، ماذا قالت؟ قالت بسم الله. فقالت ابنة فرعون الله أبي. هي تظن أن الله هو أبيها، أن فرعون كان يقول ما عهدت لكم من إله غيري، الله أبي. فصاحت الماشطة يا ابنة فرعون كلا بل الله ربي وربك ورب أبيك. فتعجبت البنت أن يعبد غير أبيها، ثم أخبرت أباها بذلك. ذهبت إلى أبوها قالت ماشطة تقول أنها تعبد إلها غيرك يا رب يا أبي. فتعجب فرعون أن يوجد في قصره من يعبد غيره، فدعاها قال لها من ربك؟ قالت ربي وربك الله. فأمرها بالرجوع عن دينها وحبسها وضربها، فلم ترجع عن دينها. أمر فرعون بقدر من نحاس فملئت بالزيت، ثم أحمي عليه حتى غلى، وأوقفها أمام القدر. وتعرف الزيت إخواني، الزيت مادة تحتفظ بالحرارة، الزيت مادة تحتفظ بالحرارة مدة طويلة، نسأل الله السلامة والعافية. فلما رأت العذاب ورأت الزيت أيقنت أنما هي نفس واحدة تخرج وتلقى الله تبارك وتعالى. علم فرعون أن أحب الناس إلى هذه المرأة أولادها الخمسة، زوجها خلاص مات، أولادها الخمسة الأيتام أطفال صغار. أولادها الخمسة التي تكدح وتعمل وتشتغل وتطعمهم. فأراد أن يزيد في عذابها بعد زوجها، أحضر الأطفال الخمسة تدور أعينهم ولا يدرون إلى أين يساقون. فلما رأوا أمهم تعلقوا بها يبكون، فانكبت عليهم تقبلهم وتشمهم وتبكي بين أحضانهم. أخذت أصغرهم وضمته إلى صدرها. فلما رأى فرعون هذا المنظر يا ليته لان قلبه، فجروه الجنود ودفعوه إلى الزيت المغلي، ويسترحم الجنود ويتوسل إلى فرعون ويحاول الفكاك والهروب، وينادي إخوته الصغار، ويضرب الجنود بيديه الصغيرتين. طيب يا أخي، الجنود يصفعونه ويدفعونه، وأمه تنظر إليه وتودعه وتقول ما عند الله خير وأبقى.
فما هي إلا لحظات حتى ألقي الصغير في الزيت، والأم تبكي وتنظر، وإخوته يغطون أعينهم بأيديهم الصغيرة حتى ذاب لحمه من على جسمه النحيل، وطفحت عظامه بيضاء فوق الزيت. نظر إليها فرعون وأمرها بالكفر بالله، فأبت عليه ذلك، فغضب فرعون. غضب فرعون وأمر بولدها الثاني، الله أكبر، فسحب من عند أمه وهو يبكي ويستغيث، فألقي الثاني في الزيت وهي تنظر إليه. تخيل المنظر يا إخواني، هذا هو الثبات على دين الله. حتى طفحت عظامه بيضاء واختلطت بعظام أخيه، ذاب اللحم في الزيت، والأم ثابتة على دينها موقنة بلقاء ربها. ثم أمر فرعون بالولد الثالث فسحب وقرب إلى القدر المغلي، ثم حمل وغيب أيضا في الزيت، نسأل الله العافية. وفعل به ما فعل بإخوته، والأم ثابتة على دينها. فأمر فرعون أن يطرح الرابع في الزيت، فأقبل الجنود إليه وكان صغيرا قد تعلق بثوب أمه. جذبه الجنود، بكى وانطرح على قدمي أمه، ودموعه تجري على رجليها، وهي تحاول أن تحمله مع أخيه، وتحاول أن تودعه وتقبله وتشمه قبل أن يفارقها. فحاولوا، نزعوه من بين أيديها وحملوه من يديه الصغيرتين وهو يبكي ويستغيث ويتوسل بكلمات غير مفهومة، وهم لا يرحمونه. وما هي إلا لحظات حتى غرق في الزيت المغلي، وغاب الجسد وانقطع الصوت. وشمت الأم رائحة اللحم، الله أكبر، لحم أولادها يا إخواني، وعلت عظامه الصغيرة بيضاء فوق الزيت يفور بها. تنظر الأم إلى عظامه وقد رحل عنها إلى دار أخرى، وهي تبكي وتتقطع لفراقه. لطالما ضمته إلى صدرها وسهرت لسهره وبكت لبكائه. كم ليلة بات في حجرها ولعب في شعرها، كم قربت منه الألعاب وألبسته ثيابه. جاهدت نفسها أن تتجلد وتتماسك، فتدافع إليها وانتزعوا الولد الخامس الرضيع من بين يديها. فلما انتزع منها صرخ الصغير وبكت المسكينة. فلما رأى الله تبارك وتعالى ذلها وانكسارها وفجيعتها بولدها، أنطق الصبي في مهدي وقال لها: يا أماه اصبري فإنك على الحق المبين. ثم انقطع صوته عنها وغيب في القدر مع إخوته، وفي يده شعرة من شعرها، وعلى ثوبه بقية من دمعها. ذهب الأولاد الخمسة، وها هي عظامهم يلوح بها القدر، ولحمهم يفور بالزيت. تنظر المسكينة إلى هذه العظام الصغيرة. عظام من؟ إنهم أولادها الذين طالما ملوا عليها البيت ضحكا وسرورا. إنهم فلذات كبدها وعصارة قلبها، الذين لما فارقوها كأن قلبها أخرج من صدرها، لطالما ركضوا إليها وارتموا بين يديها، وضمتهم إلى صدرها وألبستهم ثيابهم بيدها، ومسحت دموعهم بأصابعها،
ثم ها هم ينتزعون من بين يديها ومن قلبها ويقتلون أمام نظريها، وتركوها وحيدة وتولوا عنها، وعن قريب ستكون معهم. كانت تستطيع أن تحول بينهم وبين هذا العذاب بكلمة كفر واحدة تسمعها لفرعون، لكنها علمت أن ما عند الله خير وأبقى. ثم لم يبقى إلا هي، أقبلوا إليها كالكلاب الضاربة ودفعوها إلى القدر، فلما حملوها ليقذفوها في الزيت نظرت إلى عظام أولادها، فتذكرت اجتماعها معهم في الحياة، فالتفتت إلى فرعون وقالت: لي حاجة إليك. فصاح بها المجرم وقال: ما حاجتك؟ فقالت: أن تجمع عظامي وعظام أولادي فتدفنها في قبر واحد. الله أكبر. ثم أغمضت عينيها وألقيت في الزيت في القدر، واحترق جسدها وطفت عظامها. لله درك يا ماشطة. ما أعظم ثباتها وأكثر ثوابها. ولقد رأى نبيكم صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه ليلة الإسراء شيئا من نعيمها، فحدث بها أصحابه وقال، وهو في الصحيح لما أسري به قال: مررت برائحة طيبة، قلت: ما هذه الرائحة؟ فقيل لي: هذه ماشطة بنت فرعون وأولادها. الله أكبر. تعبت قليلا هذه المرأة، لكنها استراحت كثيرا. مضت هذه المرأة المؤمنة إلى خالقها وجاورت ربها جل في علاه. اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا اجمعنا مع ماشطة بنت فرعون في جنات النعيم مع حبيبك صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحمها رحمة واسعة هي وأطفالها، وأسكنها فسيح جناتك هي وكل من يسمعني. هذا والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم وجزاكم